ومن هنا بدأت العركة. عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى روتين كده خفيف كده في المطبخ. ما تتخضيش من المطبخ، منظره زي الزفت. عايزة اقولك يعني بجد انا ذات نفسي متخضية من المنظر، بس ولا يهمنا. بنقوم كده ونتوكل على الله ونسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقول الدعاء بتاعنا: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبنتوكل على الله ونشغل بقى حاجة احنا بنحبها، حديث قرآن الكريم، ونشوف بقى ايه المطبخ عاوز ايه. طبعا من بوتاجاز بقى زي الزفت، وعايزة اقولك مواعين كتير. وعندي حلل مركونة برضو عشان كنت بعمل الصابون، فالحمد لله خلصته. يعني بصوا، عايزة اقول لكم هتشوفوه في الفيديو، بس لسه كان طري فانا خليته ينشف شوية. يلا بقى، لو انت اول مرة بتشوفيني فانا اخت كبيرة، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. بصوا بقى يا بنات. ال طبعا ليه الدنيا كركبت مني كده والمطبخ كنت عامله غدا بقى. مكرونه بتاعت السيده زينب، وكنت كمان عامله. بصوا الحله اللي بوريها لكم دي ان شاء الله انا هغسلها معاكم، واوريكم بقى الصابون وجمال الصابون، بسم الله ما شاء الله. انا اللي عاملاه بقى في البيت. طبعا نزلت لكم ستوري اللي انا عملته ووريتكم الصور بتاعته. تمام. فانا ما مش هعرض لكم حاجه غير لما تشوفوا انتوا عاوزينها ولا لا. بجد رغوته حلوة جدا وجميل جدا وموفر كمان. غير بقى ان انتي تبيعي الزيت. طبعا الله اعلم بيعملوا بيه ايه، بيرجعوه تصنيعه تاني ولا بيعملوا فيه ايه. من يعني احنا ما نغلطش الغلطة دي ونبيعه، لا. طبعا عندي ناس كتير قالوا لي بيعيه يا بيرو، قلت لهم لا، ما ينفعش. انا بستفاد بيه اكتر استفادة، وبالنسبة لي يعني بيفيدني ما شاء الله يعني. في مطبخي بيفيدني. هتشوفوا بقى هيفيدني في ايه ان شاء الله الفيديو اللي جاي، او فيديو تاني يعني ان شاء الله، عشان الفيديو اللي جاي عن الريسبشن بقى وازاي تصحي بدري وشغل جامد بقى ان شاء الله. بس عايزه اتكلم معاكم بقى في موضوع برضو الميزانيه. ناس كتير قالت لي على الميزانيه يا بيرو اعمليها. عايزه اقول لكم الميزانيه ان انا بخصص كده. المرتب بتاعي باخده تمام. طبعا لما زوجي بيقبض ربنا يا رب يزيده يا رب من نعيم الله، فكلنا بناخد المرتب كده جزء منه تمام. طبعا انا ما باخدش بقى الحاجات اللي هي الاساسيات، اللي هي البيت والايجار، يعني الايجار يعني، والميه والكهرباء والكلام ده كله. لا، انا ما باخدش الحاجات دي تمام. عشان خاطر بقى ايه ما لخبطش الدنيا. انا ذات نفسي قلت له كده من البدايه. طبعا ده بقى عايزه احكي لكم الحدوته من اولها. ان هو مسك المرتب برضو شويه، وبرضو خلص معانا على طول. ما كانش فيه توفير ولا كان فيه تدبير. طبعا انتوا عارفين الرجاله بقى بيجيبوا الحاجه في اول الشهر وخلاص، بقى بعد كده بايه بنحتاس. فانا قلت اعمل اساسيات عشان خاطر ابني عليها طول الشهر. ازاي يا بيرو؟ هقولك. ان انا بجيب طبعا اللحوم. بجيب لو عايزين مثلا فراخ، لو عايزين سمك. تمام. بشوف الحاجة ان احنا مثلا ايه يعني. طبعا احنا مش هنحرم نفسنا. مثلا الشهر ده كلنا فراخ، خلاص الشهر الجاي بإذن الله لحمة. فبنشوف كده. طبعا الشهر دوت مثلا لو في فلوس بتبقى بجيب سمك. او مثلا في هدف انا عاوزه اعمله، زي مثلا هدف. هتقولي لي هدف ايه يا بيرو؟ هقولك هدف ان انا عايزه اجيب مشتريات. بحب المشتريات، واحب ان انا اعمر بيتي مطبخي، اجدد فيهم تمام. فانا مش طالبه، عادي مش مشكله. ممكن السمك مثلا، ان انا اساسي ممكن اعمل السمك يعني مثلا ايه. اساسي اجيب كميه سمك محترمه بدل اللحمه والفراخ. واشيل طبعا بند اللحمه والفراخ، اشيل منهم. يعني بشيلهم الاتنين، بسيب بس السمك في الشهر بس تمام. وفي نفس الوقت الباقي بقى الاكل الارديحي العادي، يعني الاكل اللي هو مفهوش ولا لحمه ولا فراخ تمام. طبعا احنا كلنا سمك يبقى استكفينا، ولك الحمد والشكر، عشان احنا اصلا نباتيين، انا وزوجي نباتيين جدا. بس اتدخلنا بقى في الحاجات ديت عشان خاطر الكالسيوم والحاجات دي كلها اللي هو السمك. احنا بنحب السمك اصلا اساسي. بس اتدخلنا بقى في اللحمه والفراخ. طبعا ما بناكلش برضو الفراخ اللي هي كامله والكلام ده كله، يعني ما نجيبش الفرخه كامله وناكلها، لا. بنحب الوراك تمام. فاحنا لسه مبتدئين يعني. اكيد في ناس
هتستغرب بس ما تستغربوش، يعني احنا برضو اللحمة برضو برضو انا ما باكلش غير قطعة بسيطة خالص، فماليش تقل عليها بصراحة. اكتر حاجة ليا تقل عليه اللي هو الحاجات بقى المحشي والحاجات اللي هي الكلام اللي هو الهادي دوت، العدس والحاجات اللي هي النباتية، الطبيخ، الكلام ده كله، الرز والمكرونة، الكلام ده تمام. انا اصلا في بيت والدي ما كنتش باكل برضو اللحمة كتير ولا الفراخ، باخد قطعة بسيطة خالص بس. حتى لما بروح عند ضيوف ما باكلش برضو اللحمة، يعزموا عليا برضو اللحمة او الفراخ، لا ماليش تقل خالص. بس فعايزة اقول لكم بقى ايه، ان انا برضو لما بيبقى ليا هدف ببقى مبسوطة جدا ان انا بسيب فلوس على جنب عشان خاطر ايه يعني، ان انا انظم الميزانية، وفي نفس الوقت ان انا اجدد برضو من مطبخي، اجدد من بيتي. آه، في عندنا اولويات، في طبعا في ستاير، في سجاد، تيجي تقولي طبعا لزوجك هيقولك لا، احنا مفيش فلوس، احنا ما مش عاوزين، مستكفين، لا الحمد لله ما فيه، تمام. فانتي مش زي عينك، مش زي عينك، مش زي عين جوزك. عين جوزك هيقولك لا، الدنيا زي الفل، انت عاوزه ليه مثلا سجاده جديده؟ ما انت ما في سجاد. انت عاوزه ليه ستاير؟ ما في ستاير. فاهماني؟ فالست بتحب ان هي تنظم بيتها وفي نفس الوقت تجدده وتشوف حاجه كده حلوه، عشان انتي بتقعدي في البيت اكتر ما زوجك بيقعد في البيت. جوزك لما بيجي مثلا ما بيقعدش كتير، بيقعد بس مجرد ان هو الشغل بتاعه، يرتاح، بس يجي من الشغل يرتاح شوية وياكل ويشرب كوباية شاي وتلاقيه دخل نام. فاهماني؟ فانتي بتقعدي اكتر منه، فانتي عايزة تجديد، يبقى انتي اللي انتي تحوشي بقى وتضغطي على نفسك وتضغطي على البيت كمان من الاكل والشرب. فاهماني؟ وكله نعمة ربنا. انت برضو لو انت حاولتي تاكلي اللحمة والفراخ في اول الاسبوعين، خلاص بقى الاسبوعين التانيين اللي بتوع اخر الشهر حاولي بقى تاكليهم ارتيحي، حاجات بقى من النباتية يعني. فاهميني؟ بس زي الطبيخ، زي المكرونة والحاجات اللي هي الخفيفة. فاهميني؟ بس لو انتوا بتعملوا كده فقولولي برضو يعني. بصوا كلنا ظروفنا مش زي بعضها، بس طبعا مش هناكل كل يوم لحمة وفراخ، تمام. ف... فندوس على نفسنا في حاجة اللي احنا عاوزينها، وفي نفس الوقت ندبر نفسنا كده. وطبعا البطن ما بتشكرش، احنا لو كنا كل يوم سمك وفراخ ولحمة لا طبعا. واصلا اللحمة اصلا كتيرة اصلا بتعمل نقرس كده في الرجل، فبتوجع الرجل برضو، عارفين؟ يعني انتوا برضو آم، الاكل برضو خير القليل، يعني ما ينفعش ان احنا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ثلث طعام ثلث شراب ثلث لنفس. يعني المعدة برضو ما تحتاجش كل لما نيجي ناكل يعني ما تحتاجش كل ده. وطبعا الاكل بيقعد معانا مثلا يومين تلاتة، انتي على حسب ما بتعمليه طبعا. في ناس بتعمله مثلا على يومين، في ناس بتعمله على يوم واحد. فانا بصراحة عشان احنا اتنين، انا وزوجي، فبيقعد معانا 3 ايام، مش هكدب عليكم، تمام. آه المكرونه، صينيه المكرونه بتقعد معانا لو مفيش حد، بتقعد معانا لو في ضيوف، لا ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يا ربي الف هنا وشفا على اللي بياكل يعني فبتقعد مثلا يومين بس. بس عادي والله. بس عايزه اقول لكم ان في فرق، يعني لما انا وزوجي بس بتقعد 3 ايام. فعايزه اقول لكم بقى بيبقى في توفير بقى، باذن الله في توفير. اما لو انت بقى عندك ولادك، برضو في تدبيرة تانية وفي توفيرة تانية. برضو بتاخدي برضو اساسي من المرتب حاجة معينة. حاولي ان انت كل شهر تاخدي حاجة معينة من المرتب، ما تقوليش لا ان هيأثر في المرتب، لا حاولي ان انت تمشي على البسيط، تاخدي حاجة اساسية كده. مش انا مش قصدي ليكي يا ستي، حتى لو ليكي برضو. بس انا بصراحة ربنا يخليهولي جوزي، ايه حاجة نفسي فيها بيجيبها لي، طبعا من اللبس والكلام ده كله. فاهميني؟ بس انا قصدي بقى على ايه، على استنى بس تشوفوا معايا الصابون. يعني هو هتلاقوه طري بس وطالع كده، مش هيعجبكم ولا هيعجبني. بصوا طري خالص، كان لسه ما نشفش، فانا قلت اطلع واغسل. بس طبعا لا، الصودا بتبقى فيه قوية جدا، فما ينفعش تغسلي بيه وهو طري.
لازم ينشف عشان خاطر يدي رغوة جامدة والصودا تكون راحت. هنا برضو كمان همسح الارض عشان خاطر بصوا كلها مزيتة ومفتفتة وكمان عملت البوتاجاز عشان بجد برضو كان بصوا كنت مهجراه، مش عارفة فيه ايه. ما كانش ليا نفسي بصراحة ان انا اعمل حاجة، ولا بوتاجاز ولا ارضية. بس قلت لا ما ينفعش، لازم افوق بقى عشان خاطر ايه، المطبخ بتاعي يبقى يتنفس كده نظافة وريحة حلوة. يلا حط لي لايك بقى، انا طبعا نسيت اقول لكم حطوا لايك، وبتنسوا برضو طبعا تحطوا لايك وحطوا لي كومنت كده يفرحني. قولوا لي رايكم في الكلام اللي انا قلته، وقولوا لي تسلم ايدك يا بيرو كمان. وبراحتكم بقى شوفوا هتكتبوا لي ايه حلو كده منكم، كل حاجه حلوه منكم والله. بصوا هنا اللهلوبه اللي انا بجيبها من ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحه والعافيه، جابت لي 2 كيلو بصراحه. هو طبعا بيتباع سايب، عايزه اقول لكم ان هو هما اللي عاملينه، زي ما قلت لكم اختراع يا كوتش. هما اللي عاملينه بقى اللهلوبه دي، بس عايزه اقول لكم هي بتحرق شويه مش عارفه، يمكن انا عشان عندي صوابعي حساسه، مش عارفه اي حاجه كيميائيه بتبوظ ايدي صوابعي يعني. حتى عيلتي كلها عارفه ان انا صوابعي في اكزيما وايه صابون اصلا غير اللي انا اصلا بستخدمه بيوجع لي ايدي. انتظروا كمان فيديو توفير حلو قوي، هقول لكم ازاي بوفر في الصابون وبوفر في الحاجات اللي هي ادوات التنظيف وكده. بس طبعا في حاجات بجيبها لا غنى عنها، زي مثلا اللي هو الجلانس بجيبه بيقعد مثلا 4 شهور. عايزه اقولك ان انا بزوده شويه ميه بسيطه وبيقعد عندي تمام. اساسي يعني لازم اجيبه جلانس حلو قوي للازاز. المرايات عندي مبحبش المرايات عندي مبهدله، فاهميني؟ ففي حاجات ضروريه يعني ما تقوليليش بقى لا يا بيرو لازم نوفر وما نجيبهاش، لا دي حاجات ضروريه بحب اجيبها. ايه تاني؟ المعطر بتاع المفروشات والحاجات اللي هي فريدة دي، ده المعطر بس هو اللي بحب اجيبه، برضو بيقعد عندي كتير. العبوة بتبقى كبيرة وطبعا الرش بيطلع حاجات بسيطة اللي هو البخاخ يعني، فبيقعد عندي كتير، فبرضو لازم اجيبه. فالحاجة انت لما تستخدميها كده بحرص كده، وفي نفس الوقت ما تهدريش فيها، هتقعد عندك كتير تمام. وفي نفس الوقت الحاجات دي اساسية يعني. ما اعرفش بصراحة، ما اعرفش ان انا لمع الازاز كده بشوية مية. زمان كنا بنلمعه مثلا بالجرنان وشوية المية وزي الفل، اما خلاص بقى ما ينفعش، ما فيش جرايد. عايزة اقول لكم هو الاساسي اللي بيلمعه لنا الجلانس. والله شركة محترمة وجميلة بصراحة، انا مش بعمل اعلان والله، بس يعني حلو قوي، بيلمع عندي المرايات بيخليها زي الفل. بس هنا مسحته وخليت الارض زي الفل بالموب. طبعا السجاد زي الزفت، عايزه اقول لكم عايزه اغسلها ومش عارفه مكسله ليه. ربنا يكرمني كده ويديني الصحه وافرفش كده. اكيد بيجي علينا كسل كسل زيكم طبعا، يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا. عايزه اقول لكم الكسل دوت ليكوا وليا. بس خلصت كده المطبخ وبصوا رايق خالص وبقى زي الفل. بوتاجاز بس طبعا اتبهدل من الفحمايه دي، بس مفيش مشكله، اهم حاجه يعني اتظبط واتلمع ما شاء الله. هحط بقى الفحم وابخر كده المطبخ، وهبخر كمان بره. حطوا بقى لايكات كتير وكومنتات كده قمر زيكم، واشوفكم على خير باذن الله يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا. مع السلامه، باي.